مصادر خلي يكون شوي صواب. لا انا كنت يعني في بالي ان النزاهه تاخذ الدور الفعال. خلينا نستمع الى استاذ حيدر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طبعا شرف لي ان التقي برجال من علم الدين والاساتذه الاجلاء حول هذا الموضوع، موضوع الثقافه الاسلاميه. طبعا النجف فخر من انه يقول النجف انه تقوم جسد اشرف الكائنات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب المقول يقول شرف المرء زهر. هذه الثقافه اذا تعمقت في نفوس الناس المسلمين يمكن ان نصل الى درجه من النزاهه لا يمكن هؤلاء المؤسسات الحكوميه ولا المؤسسات التحقيقيه ولا اي جهه تعمل على توطين مفهوم النزاهه. مفهوم الثقافه اعتقد انه الثقافه هي فكر وسلوك. هذا حسب ما يمكن ان يعرف به. الفكر هو ما متولد عند الانسان او عند المتصرف يعني في الاعمال، فكره عن موضوع ما يمارسه في حياته. والسلوك هل انه هذا السلوك مطابق للفكره الذي يحمله ام لا؟ طبعا نجد احيانا انه شخص يؤمن بفكره معينه ولكن سلوكه يختلف عن هذا ما يحمله من فكره. هذا طبعا هو يخون نفسه قبل ان يخون يعني المجتمع الذي يعيش فيه. اكثر من مؤتمر اقيم موضوع في محافظه النجف، يمكن تطرق الدكتور صادق الى انه حدد قال انه في محافظه النجف يعد مكتب النزاهه من يعني اكفأ او اكثر نشاط في مكان المحافظه. ماذا الشغل؟ لا انا احب ان اوضح هذا حقيقه حتى النزاهه لا مدح الاستاذ ايضا بالنزاهه. الحمد لله انه مو مدحنا ارواحنا، لكن حقيقه في محافظه النجف عملنا على اكثر من موضوع التحقيق. احنا عملنا في مكتب التحقيقات هو التحقيق في قضايا الفساد. احنا اشتغلنا على اكثر من جانب، انه نشر مفهوم الثقافه، ثقافه النزاهه والشفافيه، عقد مؤتمرات على مستوى الحقوقيين، على مستوى الموظفين، على جميع المستويات. يعني حتى وصلنا اليوم كان عندنا نشاط انه اختبرنا عن المدارس، التقينا بشرائح الطلاب اضافه الاساتذه، حاولنا نوضح لهم شنو السلوك، سلوك النزاهه، شنو سلوك الشفافيه، الشفافيه في التعامل، تقييم الاداء، تحسين الاداء، لان هذا هو الطالب في المدرسه هو راح يكون مستقبلا هو الموظف والقائد والمسؤول، وبالتالي هذا ينعكس على سلوكياته. نعتقد احنا انه النزاهه تربيه. نزاهه تربيه، ليس مجرد انه تطبيق قوانين وضعيه وردع مرتكب الجرم اللي هو نسميه احنا عندنا المفسد الاداري او المالي. ليس هذا القصد. طبعا الفساد احنا مع الاسف انه في اغلب المؤتمرات او يصرح اعلاميا انه الفساد الاداري او المالي، وهذا خطا. انه ينحصر الفساد في الفساد الاداري او المالي، لان هناك فساد سياسي، فساد اجتماعي، فساد اقتصادي، ولعله انه الفساد السياسي والفساد الاقتصادي اللي نمر به حاليا البلد هي اخطر من الفساد الاداري والمالي. لان هي بالتالي نتيجه يعني الفساد الاداري والمالي هو نتيجه الفساد السياسي والاقتصادي الموجود بالبلد. لحد الان ماكو يعني على مستوى الحكومي لحد الان ماكو خطه اقتصاديه بناء على دراسه جدوى محكمه او خطط مستقبليه استراتيجيه في وضع الخطه الاقتصاديه معنا لحد الان. مجرد انه نفس الحسابات والموازنات تقر كل سنه بسنه. هذا الخبر اللي كان نصيب به انه هدر للمال العام. اليوم قرأت في الاخبار بانه 60 مليار دينار في محافظه دياله اختفيت، يعني ما حد يدري بها اصلا وين راح. 60 مليار.
المبلغ ضخم. إضافة عندنا يعني هسه احنا في محافظة النجف كانت لنا يعني اعتقد الجرأة في يمكن لو سمعتوا في الأخبار في الأشهر السابقة بأنه بعض لا هي انفهمت بشكل خاطئ، يعني بالإعلام انفهم بشكل خاطئ. احنا استبينا عن أحد جرائم الفساد اللي هي الرشوة. طبعا احنا نجي للبعد الإسلامي، يمكن كل الحاضرين هم عندهم تفاصيل عن خطورة الرشوة من الناحية الشرعية. لعن الله الراشي والمرتشي والراشي بينهم. فاستبينا عن موضوع الرشوة في دوائر الدولة، خاصة في محافظة النجف في مؤسسات الحكومية. ظهرت حقيقة عندنا، احنا طبعا هاي الدراسة الاستقبالية هي ما تمثل الحقيقة بشكل تام، وإنما تعكس واقع موجود من السادة المسؤولين اللي هم قائمين على الإجراءات التنفيذية. احنا نشخص لهم الخلل وين صاير. عندك في هذه الدائرة في القسم الفلاني عندك هالقد جاي تعاطى رشوة من هذا الموظف، يفترض بالمسؤول التنفيذي يتخذ إجراءات. أغيره من موقع إلى موقع، أشوف غيرت هاي النسبة عندي ولا لا. اللي لاحظنا مع الأسف أنه ردة فعل كلش قوية من المسؤولين إلى حتى على مستوى المجتمع.